الفيلم بتاعنا أحداثه بتبدأ في 2010 ومعانا اتنين من وحوش المخابرات المركزية واللي اسمهم ماتيو وإيميلي. الاتنين دول مش بس زمايل في الشغل، دول عايشين قصة حب بس مخبيينها عن المخابرات. المهمة المرة دي تقيلة، وسبب المهمة دي عشان يسرقوا مفتاح إلكتروني يقدر يتحكم في أهم بنية تحتية في العالم. إيميلي كانت واقفة بتبص باهتمام لتحليل حمل، وماتيو بيستعجلها عشان يلحقوا العملية. وصلوا الحفلة وإيميلي صممت إن ماتيو يسيب سلاحه في العربية، وعشان الحفلة دي كانت حفلة أطفال، ورئيسهم تشاك كان بيكلمهم وبيقول لهم يمثلوا دور تجار سلاح فرنسيين. بس أول ما شافهم داخلين وماسكين إيد بعض اتضايق وقال أنا عارف إن في بينكم قصة حب، ووجودكم مع بعض في مهمة واحدة كان غلطة أصلا من الأول. إيميلي وماتيو حاولوا ينكروا بس تشاك قال لهم اكدبوا كدبة أحسن من دي. بعدها دخلوا الحفلة وإيميلي بذكاء رشت مادة كيميائية على إيدها، وأول ما جور بس إيديها عشان يحييها سحبت بصمته من غير ما يحس، وساعتها سجلت صوته كمان. وبتوجيهات من تشاك قدروا يفتحوا الخزنة بتاعته ويسحبوا المفتاح الإلكتروني، بس فجأة إنذار الخزنة ضرب والحراس هجموا عليهم. وهنا بقى مهارتهم القتالية بدأت تطلع، وضربوا الحراس وقدروا يهربوا من المبنى. وبعدها تشاك وجههم لمكان يقابلوا فيه بارون أندروز، وده كان عميل المخابرات البريطانية واللي بالمناسبة يبقى الإكس بتاع إيميلي القديم. وبارون كان مستنيهم بطيارة خاصة. تشاك حذرهم إياكم تفتحوا بقكم بموضوع المفتاح قدام بارون، لأن إحنا ما بنثقش في حد. في المطار بارون رحب بإيميلي بس كان بارد جدا مع ماتيو، وقعدوا يرموا كلام على بعض، وماتيو قعد يتريق على ركنته البريطانية. وأول ما الطيارة طارت ماتيو اقترح يحتفلوا النهاردة مع بعض، بس إيميلي رفضت تشرب أي حاجة، وماتيو حس إن في حاجة غلط وضغط عليها لحد ما إيميلي طلعت له كذا تحليل حمل وقالت له أنا حامل. ماتيو اتصدم بس الفرحة ما كانتش سايعاه، ووعدها إنه هيكون معاها وهيبنوا عيلة مع بعض. وفي عز اللحظة الرومانسية دي إيميلي حست بتعب وجريت على الحمام، بس المضيف وقف قدامها وقال لها الحمام عطلان. إيميلي شكت في الموضوع، ازاي حمام عطلان في رحلة 11 ساعة؟ وفجأة المضيف طلع مسدس في وشها وطلب المفتاح الإلكتروني، وماتيو بذكاء رمى المفتاح في الجو عشان يشتت انتباههم، وبدأت خناقة بينهم جوه الطيارة. وإيميلي قدرت تسحب السلاح من المضيف، وظهر حراس تانيين والخناقة كبرت. المضيف عمر المسدس تاني وكان هيضرب إيميلي، بس ماتيو زقها في آخر لحظة والرصاصة جت في الطيار ومات. الطيارة فقدت التوازن وبدأت تقع، والمضيف كان بيحاول يهرب بالباراشوت والمفتاح، بس ماتيو مسكه وضربه. وفي وسط الفوضى دي ديل الطيارة خبط في جبل، وحصل ضغط هوا شديد شد المضيف لبره ووقع من الطيارة. وفي وسط ما الطيارة بتقع ماتيو أخد قرار سريع ولبس إيميلي الباراشوت الأخير وقال لها تنقذ نفسها وتنقذ اللي في بطنها. إيميلي رفضت تسيبه لوحده، وفي مشهد أكشن رومانسي مسكت فيه وهي بتفتح الباراشوت، ونزلوا الاتنين على الجبل التلجي بأعجوبة. وبعد ما نزلوا على الأرض قعدوا يفكروا في المستقبل. الشغل كجواسيس مش هيعمل بيت مستقر لعيالهم، وبما إن العالم كله فاكرهم ماتوا في حادثة طيارة قرروا يستغلوا الفرصة دي ويختفوا تماما ويبدأوا حياة جديدة بأسماء تانية. إيميلي قالت إنها حتى لو قطعت علاقتها بأمها ده مش هيزعلها في حاجة، لأن علاقتهم أصلا ما كانتش كويسة. وبعدها بنروح بالزمن 15 سنة قدام، والوقت ماتيو وإيميلي فيه كانوا عايشين حياة هادية مع عيالهم. أليس كانت البنت الكبيرة المتمردة، وليو كان الولد الصغير الدحيح واللي كان مهووس بالتكنولوجيا والاختراعات. العيال بدأوا يشكوا في أهلهم. ليو واجه أبوه قال له أنا سمعتك بتكلم بتاع التكييف بالروسي، هو أنت بتعرف تتكلم روسي؟ ماتيو حاول يتوهه وقال له يا ابني ده هما كلمتين سمعتهم قبل كده في الراديو. بس إيميلي دخلت في الخط وقالت لهم أنا وأبوكم كنا في قوات السلام في روسيا زمان. والعيال استغربوا لأن اللي اتحكى لهم قبل كده إن أهلهم اتقابلوا في كولومبيا مش في روسيا. وفي يوم وهما بيوصلوا العيال للمدرسة أليس قالت لهم إنها رايحة تذاكر عند صاحبتها، وأول ما العيال نزلوا ماتيو وإيميلي طلعوا منظار وقعدوا يراقبوا بنتهم من بعيد. وماتيو اتصدم لما شاف بنته ماسكة إيد ولد، وطبعا محترمين نفسهم على الآخر. المهم من صدمته قال لمراته أنت جايبة المنظار ده منين؟ قالت له جايباه من أمازون يا حبيبي. من الآخر يعني بيلطف الجو على أساس إن دي المشكلة. طبعا أليس كشفتهم وهما بيتجسسوا بالمنظار واتصلت بيهم تهزقهم، ومشوا بعدها بالعربية في مشهد كوميدي. بالليل إيميلي ما كانتش قادرة تسكت واستغلت إن بنتها سايبة اللابتوب وقررت تفتحه، وقعدت تجرب الباسورد لحد ما لقت لزقة مكتوب عليها كل كلمات السر، وجربت باسورد اسمه ماما رخمة واللابتوب فتح فعلا. واكتشفوا إن أليس مش بتذاكر، دي بتخطط تروح حفلة مشبوهة اسمها نهاية العالم الكيميائية، وبمساعدة ابنهم الصغير ليو قدروا يوصلوا لمكان الحفلة في نايت كلاب. وإيميلي دخلت وقالت لبنتها ترجع معاها البيت وإن
هم عائلة محافظة والكلام ده ما يمشيش معانا. وهي خارجة واحد من الشباب وقف في طريقهم وقعد يتريق عليهم ويقول لهم يا كبار يا عواجيز انتوا ايه اللي جابكوا هنا. ماتيو حاول يهدي اللعب، بس اول ما الشاب ده مد ايده على أليس، إيميلي الجاسوسة القديمة صحيت جواها ومسكته وكسرت المكان فوق دماغه. وهم بياخدوا نفسهم ماتيو لاحظ ان في ناس بتصور الخناقة بموبايلاتها، فجري بسرعة مسح الفيديوهات. وإيميلي قالت للشباب احنا مش عواجيز، احنا الجيل الجديد يا حبيبي. وهم راجعين قالوا لأليس انهم فتحوا اللابتوب بتاعها وقالوا لها انها هتقعد في البيت ومش هتطلع تاني. أليس اتضايقت وقالت لهم انها مش طايقة العيشة معاهم ومستنية تتخرج عشان تهج وتسيب البيت، وقعدت تتريق على خناقاتهم اللي ملهاش اي لازمة. أليس ما كانتش مقتنعة بقصة اهلها وسألتهم انتوا اتعلمتوا تضربوا كده ازاي. إيميلي ردت بسرعة انا وابوكي خدنا حصتين تايكوندو زمان. أليس قالت لها وامتى ده بقى ان شاء الله لما كنتم في اليابان. ماتيو حاول يهدي الدنيا وقال لها ان التايكوندو كوري اصلا، بس أليس قالت لهم بلاش كدب بقى ده انتوا عيلة فيك قوي. وبالليل إيميلي قالت لماتيو ان الشغل وحشها، وماتيو قعد يهديها وبيفكرها انهم سابوا كل ده اصلا عشان عيالهم، وقعدوا بعدها يهزروا مع بعض عشان يغيروا المود. وفي الأوضة التانية أليس كانت بتهزق اخوها ليو عشان فاكرة ان هو اللي فتن عليها، بس هو قال لها انا ما عملتش كده وكان شمتان فيها وهي محبوسة في البيت. وتاني يوم الصبح حصلت المفاجأة، تشاك مديرهم القديم ظهر فجأة قدام باب البيت. ماتيو اتصدم وسأله هو انت لقيتنا ازاي. تشاك وراه فيديو خناقة النايت كلوب اللي كان ترند على النت واللي كان متسجل بعنوان عواجيز بيكسروا حفلة رقص. تشاك دخل في الموضوع وقال لهم بارون طلع خاين وشغال مع الارهابي جور، وبارون اصلا بيدور عليكم عشان يقتلكم. وبما ان تشاك لقاهم بالسهولة دي يبقى رجالة جور على وصول. إيميلي سألته عايز مننا ايه تاني، وتشاك رد عليها انا عايز المفتاح الالكتروني. ماتيو قال له انه ضاع في حادثة الطيارة، بس تشاك ملحقش يكمل كلامه وطلقة جت في دماغه وقتلته، وبدأ ضرب النار على البيت من كل حتة. وماتيو وإيميلي استخبوا، وبما ان العيال في المدرسة كان لازم يتحركوا بسرعة، إيميلي عملت خدعة صايعة وجابت عربية صغيرة وحطت مكنسة الكهرباء على دواسة البنزين عشان العربية تمشي لوحدها وتشتت انتباههم، وهم هربوا بالعربية التانية في اتجاه المدرسة. وهم في الطريق والمطاردة شغالة، إيميلي سألت هنثبت لهم ازاي ان المفتاح مش معانا. وهنا ماتيو قال لها بصراحة يا حبيبتي المفتاح معايا، خبيته من زمان عشان ما يوصلش لإيد حد بالغلط. إيميلي كانت هتتجنن وسألت عن مكانه، بس ماتيو قال لها انه في انجلترا في بيت والدتك. إيميلي ردت ان بيت والدتها اصلا ده بيت متراقب وهم بيتخانقوا رجالة العصابة قربوا منهم، فماتيو جاب ازازة كولا وحط فيها منتوس ورماها جوه العربية اللي بتطاردهم، والازازة انفجرت في وش السواق وفقد السيطرة وخبط في تريلا. وبعدها طلعوا بسرعة على المدرسة وخدوا العيال وهم مش فاهمين حاجة وطلعوا على المطار. وهم في المطار العيال بدأوا يسألوا هو احنا مسافرين انجلترا ليه. إيميلي قالت لهم رايحين نشوف جدتكم. أليس وليه اتصدموا احنا عندنا جد اصلا، هو انت يا ماما مش قلتيلي انها ماتت. إيميلي حاولت تتوه وقالت ان الموت ليه تفسيرات كتير، وان لما قلت لكم انها ماتت يا ولاد ما كنتش اقصد اللي في دماغكم. أليس اتضايقت وحست ان في اسرار تانية كتير العيلة دي مخبياها عليهم. وماتيو حاول يهدي الجو كالعادة. وفي الطيارة إيميلي سألت ماتيو لو ده الوقت المناسب انهم يحكوا لاولادهم على الحقيقة، بس ماتيو صمم انهم يستنوا كام يوم كمان. وتاني يوم وصلوا للندن بباسبورات مزورة وبدأت مرحلة جديدة من المغامرة. واول ما نزلوا لندن بدأوا يطبقوا الدروس اللي اتعلموها من المخابرات. ماتيو شاف راجل بينزل من عربية جيب، وإيميلي بذكاء خبطت فيه وسحبت مفتاح العربية من جيبه وادته بعدها لماتيو، وركبوا العربية وقالوا للعيال دي عربية مأجرينها. بس اللي ما كانوش يعرفوه ان رجالة جور كانوا معاهم على نفس الأتوبيس وبيراقبوا كل حتة بيروحوها. بارون كمان كشفهم عن طريق كاميرات المطار وقال للمساعد بتاعه يركز على العيال لانهم نقطة ضعف اهلهم. جوه العربية ماتيو وإيميلي خدوا الموبايلات من عيالهم، وإيميلي كسرت شرايح الموبايل، وفجأة البنزين خلص وليو قعد يشتكي من الجوع، فوقفوا في محطة بنزين فيها مطعم صغير، وليو طلب اكل واتصدم لما لقى الاكل بيتقدم له ني. في الوقت ده أليس كانت بتبص في الباسبور وسألت هو انا ليه اسمي جيفري بيكر، وبدأت تشك ان اهلها مجرمين. وليو دخل على النت وقعد يدور على الاسماء دي ولقى ان جيفري بيكر ده راجل ميت من سنة 1952. وهم بيتكلموا ماتيو وإيميلي حسوا انهم اتكشفوا، وقبل ما العصابة تضرب ماتيو مسك خرطوم البنزين وولع فيه وحوله لقاذف لهب وبهدل العصابة بيه، وولادهم كانوا مصدومين وهم شايفين
أهلهم الكيوت بيتحولوا لوحوش قدام عينيهم. وماتيو ركب أولاده في العربية وهربوا، والعيال بدأوا يصرخوا ويسألوهم هو انتوا مين بالظبط؟ وليه الراجل ده بيضرب نار علينا؟ انتم أكيد مش أب وأم عاديين، انتم أكيد مجرمين أو إرهابيين. وهم في المطاردة مع بارون ورجالته، ماتيو ضرب سلاسل كانت شايلة مواسير تقيلة على مقطورة، والمواسير وقعت وسدت الطريق وقدروا يهربوا تاني. وهنا العيال جابوا آخرهم وقالوا لهم ردوا علينا بصراحة وقولوا لنا انتوا مين. وماتيو اضطر يعترف بالحقيقة، أنا وأمكم كنا جواسيس في CIA. وليو أول ما سمع الكلمة دي فرح جدا وقعد يسأل أبوه هل ممكن تضرب والد سيدني زميلي؟ طب تقدر تضرب كل الآباء اللي في مدرستي؟ وماتيو رد عليه بثقة أقدر أضربهم كلهم بس مش في نفس الوقت. وأليس كانت متضايقة شوية بس قالت لهم الموضوع كول شوية، وأهو على الأقل أحسن ما تكونوا مجرمين. بس إيميلي عاتبتهم لأنهم دخلوا على النت وسهلوا للعصابة تلاقيهم. وبعدها ماتيو مسك الجهاز ورماه عشان يقطعوا أي وسيلة تتبع. في الوقت ده بارون كان في محطة البنزين بيعاين المجزرة اللي حصلت، ولمح وشم على جثة واحد من اللي ماتوا وعرف إنه تبع الإرهابي جور. المساعدة بتاعته سألته عرفت مكانهم إزاي؟ بارون قال له إنه كان مراقب مكالمات جور وفي نفس الوقت مهكر حسابات العيال على السوشيال ميديا، والجهاز بتاع ليو كان بيبعت إشارات بمكانهم طول الطريق. وقال لها زي ما قلتلك العيال دايما هم نقطة الضعف. وتاني يوم الصبح العيلة وصلت لقصر الجدة جيني واللي هي بتكون أم إيميلي. العيال أول ما شافوا القصر اتصدموا وسألوا أهلهم هو إحنا عيلة ملكية ولا إيه؟ وإيميلي كتبت الباسورد على البوابة، وأول ما دخلوا سمعوا صوت طلقة نار، ولكن دي كانت الجدة جيني بتصطاد طير في الجنينة. وإيميلي اكتشفت إن ماتيو كان بيبعت لجيني صورهم طول السنين اللي فاتت من وراها وكان بيشفرها عشان محدش يوصل لهم. جيني استقبلتهم ببرود والعيال سألوها نحضنك يا تيتا ولا لأ؟ ردت عليهم لا طبعا أنا بريطانية يا حبيبي وما بنحضنش حد، بس ممكن تلموا الطير الميت ده من الأرض. وبعدها دخلوا القصر والعيال انبهروا بالعفش والذهب، وماتيو كان عايز يخلص وياخد المفتاح ويمشي، بس جيني صممت إنهم يشربوا حاجة الأول. وفجأة دخل راجل غريب وطلع حبيب جيني واسمه نايجل، والموضوع كان محرج جدا للكل. فماتيو طلب من نايجل يفرج العيال على القصر عشان يعرفوا يتكلموا مع جيني. وفي الوقت ده بارون وصل لمكان الحادث ولقى جهاز الألعاب اللي ماتيو رماه، بس المساعدة بتاعته قالت إن القمر الصناعي لقط عربيتهم قبل ما تختفي ب10 دقايق في منطقة معينة. وبارون بذكائه عرف إنهم عند جيني. وهنا بقى بنكتشف مفاجأة جديدة إن جيني أصلا جاسوسة أسطورية في المخابرات البريطانية، واكتشف كمان من ملفاتها إن إيميلي بنتها، بس خبى المعلومة دي عن المساعدة بتاعته وبعت الفرق تدور في كذا مكان. وهو قرر يروح يقابل جيني لوحده بعد ما يخلص الإجراءات، وبعدها عمل مكالمة سرية. وفوق في القصر نايجل كان بيوريهم أجهزته. أليس ما كانتش مهتمة وخرجت، بس ليو قعد يقارن بين خاتم تتبع ذكي لابسه نايجل وبين أجهزته هو. وتحت بقى ماتيو واجه جيني وقال لها أنا خبيت المفتاح هنا في القصر من 15 سنة ولازم أخده. جيني اتعصبت جدا وقالت لهم إزاي تقبلوا تعرضوا حياتي للخطر. وحصلت خناقة بين الأم وبنتها، وإيميلي قالت لجيني إنها كانت أم أنانية وباردة، وقالت لها إنها مش هتربي عيالها بنفس الطريقة اللي جيني ربتها بيها. وجيني ردت عليها وقالت لها انت ضحيتي بكل حاجة عشان بنتك، وفي الآخر هي كمان بتكرهك، وده حال المراهقين اللي زيك. إيميلي اتصدمت لأن كلام أمها كان فيه جزء من الحقيقة، وإن بنتها فعلا كانت بتكرهها. وأليس كانت واقفة عند الباب وسمعت كل حاجة وفهمت لأول مرة حجم التضحية اللي أمها عملتها عشانها. إيميلي وماتيو استغلوا انشغال الجدة مع العيال ونزلوا المخزن المهجور في القصر، وهناك ماتيو طلع المفتاح الإلكتروني ومعاه رسالة كتبها من 15 سنة. والرسالة دي فيها كان بيعتذر لإيميلي إنه خبى المفتاح عشان يحميها هي والبيبي اللي في بطنها. واللحظة كانت مؤثرة جدا، بس فجأة قطع صوت مروحيات وطلعوا جري ولقوا جيني ونايجل مربوطين. فكوا الجدة وطلعوا يدوروا على العيال، بس وقعوا في كمين رجالة مسلحين ماسكين أليس وليو رهائن. وماتيو وإيميلي استسلموا عشان يحموا العيال. وفجأة ظهرت الصدمة الكبيرة إن تشاك لسه عايش، وتشاك طلع هو العقل المدبر لكل حاجة. وبارون ما كانش خاين ولا حاجة، دي كانت مجرد تمثيلية عشان يجروا رجل ماتيو وإيميلي للمكان اللي مخبيين فيه المفتاح. وتشاك قال لهم إن المخابرات دمرت حياته بعد ما هم اختفوا، ودلوقتي هو عايز ينتقم وياخد المفتاح ويبيعه. وبعدها وهم مشغولين جيني قدرت تفك نفسها وبدأت تضرب الحراس بمسدس تخدير، وضرب النار اشتغل ونايجل اتصاب في دراعه. وفي وسط الفوضى ضرب
ضربوا ماتيو وإيميلي على دماغهم وفقدوا الوعي، وخدوا العيال وطاروا بيهم في الهليكوبتر. وأول ما فاقوا ماتيو بص على تسجيلات الكاميرا ولمح ابنه ليو بيعمل لايك للكاميرا وبيشاور على الخاتم الذكي اللي في ايده، وماتيو فهم الإشارة وفهم إن الخاتم فيه GPS، ودخلوا على الحساب ولقوا إنهم في متحف للفن الحديث. وبالليل ماتيو وإيميلي طلعوا على المتحف، وهناك تشاك كان مجهز مزاد عشان يبيع المفتاح بأعلى سعر بعد ما الإرهابي جور رفض يدفع له. وتشاك عشان يثبت قوة المفتاح للمشترين، تشاك قال للهاكر بتاعه يطفي كهرباء لندن كلها بضغطة واحدة، وفعلا المدينة كلها غرقت في الضلمة ومعاها المتحف اللي هم فيه. وماتيو وإيميلي عرفوا إن تشاك أكيد على السطح عشان يستعرض قوة المفتاح للمشترين، وركبوا الأسانسير مع رجالة جور اللي كانوا داخلين هم كمان ياخدوا حقهم من تشاك. وفوق كان تشاك عايش اللحظة وطلب من الهاكر بتاعه يفتح سد نهر التيمز، والمدينة كلها كانت هتغرق، والمزاد وصل ل 250 مليون دولار. وفي اللحظة دي ماتيو وإيميلي وصلوا للسطح ودخلوا في خناقة مع الحراس، وفجأة بارون هجم هو كمان ورجالته، وإيميلي افتكرته جاي يقبض عليهم، بس بارون قال لهم أنا عارف إن تشاك هو اللي ورا كل ده، أنا هنا عشان أساعدكم ترجعوا عيالكم. وبدأوا كلهم يهجموا على المزاد، وتشاك خاف وجري وأمر رجالته ياخدوا العيال على قارب ويهربوا، وماتيو وإيميلي كانوا وراه، وفي طريقهم رجالة جور كانوا هيقتلوهم، بس فجأة ظهرت نقطة ليزر على وش القائد بتاعهم، وكانت فيها الجدة جيني ماسكة القناصة من بعيد، والعصابة استسلمت. وماتيو وإيميلي خدوا موتوسيكلاتهم وكملوا ورا القارب اللي العيال فيه، وماتيو قدر إنه يشتت الموتوسيكلات اللي وراهم، وإيميلي سرقت لانش سريع وطلعوا على طول ورا تشاك. وفي نفس الوقت نايجل خبط عربية الهاكر اللي معاها المفتاح، وخد المفتاح وكلم جين اللي قالت له اقفل السد بسرعة عشان المدينة هتغرق. وبنكتشف ان نايجل كان كداب اصلا في موضوع البرمجة وما كانش هاكر ولا اي بطيخ، وقعد يرتل ويضغط على زراير غلط، بس في اخر لحظة من كتر الهبد بتاعه البرنامج عمل ايرور والسد بدأ يقفل. وماتيو وإيميلي نطوا على القارب ولبسوا عيالهم جواكت ورموهم في المية، ونطوا هما كمان قبل ما القارب يخبط في السد اللي بيقفل، وبعدها القارب خبط في السد والقارب اتفجر وتشاك موجود جواه. وبكده اخيرا الازمه انتهت والعيله اتجمعت تاني في مشهد مؤثر، وايميلي حضنت بنتها وامها وكل الخلافات القديمه خلصت، ورجعوا كلهم لامريكا، وحتى الجده ونايجل راحوا معاهم وكانوا بيشجعوا أليكس في ماتش كوره، والبنت جابت جول وفرحوا كلهم كانها عيله طبيعيه لاول مره. وبعد الماتش أليس قالت لمامتها انا رايحه اذاكر مع صحابي. ايميلي افتكرتها بتكذب عشان تزوغ، بس أليس قالت لها انا واخويا ضيعنا دروس كتير في الفتره دي ولازم نلم المنهج. واول ما ماتي وايميلي ركبوا عربيتهم لقوا بارون مستنيهم ورا، وقال لهم جثه تشاك ملهاش اثر وغالبا لسه عايش. وبعدين بص لايميلي وقال لها احنا محتاجين مساعدتك عشان نرجع ابوكي للشغل. وايميلي اتصدمت وقالت له ابويا؟ هو مش ابويا ميت من زمان؟ بارون ابتسم وقال لها هو انا ما قلتلكيش انه عايش؟ وبكده الفيلم بتاعنا بيخلص. كلمة أخيرة ليك عزيزي المشاهد اللذيذ، احنا فعلا بنتعب عشان نقدم لك أحسن حاجة، فياريت ما تبخلش علينا باللايك والسبسكرايب بتوعك عشان تتابع كل جديد. وبس كده ونشوفكم على خير، سلام.